المدير الفني لبروكسي وتصريحاته ضد نادي الزمالك. طبعا فترة الاعداد ما ينفعش ان احنا نقيم بيها اي فريق. بتحط خطط، بتحط تكتيك، بتغير التشكيل كتير طول المباريات اللي هي بتلعبها في فترة الاعداد. فمش معنى ان فريق خسر مباراة واثنين وثلاثة او كل مباريات فترة الاعداد معنى كده ان الصفقات فاشلة، او معنى كده ان الفريق هيفشل في المباريات الرسمية. بالعكس، الفرق اللي بتعمل فترة اعداد الفرق دي بتجرب لعيبة كتير في المباراة الواحدة، بتجرب تكتيك كتير في المباراة الواحدة، بتجرب تشكيل مختلف في المباراة الواحدة، غير الفرق الضعيفة او الفرق المستضيفة او الفرق اللي بيجيبوها علشان يلعبوا معاهم المباراة الودية دي. بيحاولوا يظهروا افضل ما عندهم، فبالتالي هيكسبوا الفريق اللي بيغير في التشكيل، اللي بيغير في التكتيك، اللي بيغير في اللعيبة، اللي بيغير في كل مجرات المباراة طول ال90 دقيقة. مش مجرد كل ربع ساعة يغير تشكيل، او مش مجرد كل ربع ساعة يغير في التكتيك، لا. الفرق اللي بتعمل فترة اعداد كل 5 دقايق 10 دقايق بيغيروا الفريق كامل، بيغيروا التشكيل كامل، بيغيروا التكتيك كامل علشان يشوفوا الانسب ليهم ان هم يستمروا عليه. فطبيعي ان نتائج المباريات الودية او المباريات بتاعت فترة الاستعداد ما تكونش نتائج ايجابية للفريق اللي بيستعد للموسم الجديد. جمهور الزمالك زعلان من نتائج فترة الاعداد بتاعت نادي الزمالك في المباراة الودية، وطبعا انا قلت لكم السبب: تغيير تكتيك، تغيير تشكيل، تغيير لعيبة كل 5 دقايق في المباراة، لانه عايز يجرب اللعيبة كلها، عايز يشوف اللعيبة كلها امكانياتها عاملة ازاي، بتلعب في انهي مراكز، ويختار لهم الافضل. بعد مباراة الزمالك وبروكسي طلع لنا المدير الفني لبروكسي ينتقد صفقات نادي الزمالك. اعلام نادي الزمالك كله هاجم المدير الفني لبروكسي، اللي انا لحد دلوقتي مش عارف اسمه، مش عارف اي صفة ليه، مش عارف هو عمل ايه في الكرة المصرية علشان خاطر ندوله الاهتمام الكبير ده. المدير الفني لبروكسي لو هو عنده ذرة فهم وعلم بعالم كرة القدم او تكتيك كرة القدم مش هيطلع ينتقد صفقات نادي الزمالك. لما انت كاعلام نادي الزمالك تطلع تنتقد او تطلع تهاجم المدير الفني لبروكسي علشان خاطر انتقد الصفقات الجديدة في نادي الزمالك في فترة الاعداد، فانت كده بتعمل له قيمة وهو ملوش اي قيمة خالص. وده مش معنى ان انا بقول الكلام ده ان انا بقلل من الشخص ده، انا معرفوش، بس مفيش مدير فني فاهم في الكورة بينتقد صفقات جديدة في فترة الاعداد. معنى ان مدير فني لاي فريق ايا كان اسمه ايه ينتقد صفقات جديدة في فترة الاعداد، معنى كده ان هو لا بيفهم في التدريب ولا في علم التدريب ولا بيفهم في كرة القدم ولا له علاقة بكرة القدم. فاما هو كمان يكون اسمه مغمور وما بيفهمش في التدريب وملوش علاقة بكرة القدم نطلع نهتم بالتصريحات بتاعته، يبقى احنا بنطلع نملى فراغ او بنعمل له قيمة. في نفس الوقت اعلاميين نادي الزمالك اللي هاجموا المدير الفني لبروكس ده بشوفهم في مواقف كتير انتقادات لنادي الزمالك من اعلاميين وصحفيين للنادي الاهلي وعلى قناة النادي الاهلي بيهاجموا نادي الزمالك، مفيش حد فيهم بيطلع يرد على اعلاميين النادي الاهلي. فانا مش عارف انتوا بتصطادوا في الميه العكره زي ما بيقولوا، ولا انتوا عايزين تعملوا ان انتوا زملكاويه، وانا ما شفتلكمش اي موقف يدل ان انتوا بتدافعوا عن نادي الزمالك. لو ما كانش لكم مصلحه في نادي الزمالك ما بتدافعوش، ولو ما فيش مصلحه في نادي الزمالك بتعملوا نفسكم ودن من طين وودن من عجين. فموضوع المدير الفني لبروكسي اللي كبروا وحجموا هم الاعلاميين بتوع نادي الزمالك اللي حاليا بيدوروا على اي مصلحه في نادي الزمالك بعد ما سابوا نادي الزمالك الفتره الاخيره يغرق. دلوقتي اول ما شافوا نادي الزمالك في حاله استقرار او في حاله افضل من اللي كان عليها بيحاولوا يجملوا صورتهم قدام الجمهور الزملكاوي. بس احنا هنا بدأنا نعرف الجمهور الزملكاوي او كل جمهور الكوره حقائق الناس اللي كانت بتدعي الفضيله.